لو انت النهارده كسلانه، تعالى اقولك النهارده الوصفه دي سهله وبسيطه وسريعه. هتاخد معاكي ثانيه الا ثانيه هتكوني مخلصه الوصفه بتاعنا دي. سهله وبسيطه ولذيذه، مش بتاخد معاكي اي توقيت. يلا بينا نبتدي الوصفه بتاعتنا النهارده. بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد ونقول بسم الله. ويلا بقى نجيب طاسه على النار هنحط فيها معايا النهارده صدرين من الفراخ. صدرين من الفراخ اقطعهم مكعبات. بس قبل ما انزل في الطاسه بتاعتي كنت حامله لهم محلول النقع بتاعهم. خلاص. طيب، اهم حاجه في صدور الفراخ او في اي فراخ بتعمليها تديها صدمه حلوه كده، ما تقلبيهاش خالص عشان ما تنشفش منك. هتنزلي بمعلقه ملح، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، ومعلقه فلفل اسود. ملح وفلفل اسود، توم بودر، وبصل بودر. كده الفراخ بتاعتي التتبيله خلصت وجهزت. طيب، هنقطع البصل بتاعنا بالطريقه ديت، او تحب تقطعها صغنن خالص براحتك، مش بتفرق خالص. اهم حاجه تحطي فيها بصل بس كده. وهسيبها طبعا، هي انتوا شايفينها هي ما تحطيش فيها ولا نقطه ميه خالص، ولا نقطه ميه، مش محتاجه حاجه. اديها تقلبتين 3 كده، وبعدين انزلي بالمشروم بتاعك وقلبي كده واشبيها على نار هاديه خالص. هتستوى معاكي وهتطلع في منتهى اللذاذه. كده انا الحشوه بتاعتي خلصت. طيب، هجيب بقى حله على النار تانية هحط فيها شويه زيت او حبه سمنه اللي عندك بقى. زيت، سمنه، مش مهم. نزلت ب3 معالق دقيق، او حطي 4 معالق براحتك. وهنزل باللبن بتاعي. اهم حاجه عندي اللي في الوصفه دي او اي دقيق بتعمليه بيبقى فيه الزيت بتاعه والسمنه بتاعته مظبوطين. زي ما انا وريتك في الفيديو كده، هي تبقى سايحه، ما يبقاش ماسكه في بعضها عشان ما تتكتلش. يعني لما تنزلي بقى باللبن هتتكتل بقى، لا ما تتكتلش لو انت حطيتي الزيت بتاعك او السمنه بتاعتك مظبوطه. ونزلت عليهم ب3 كوبايات من اللبن. بصي، معلقه الدقيق عليها كوبايه من اللبن، معلقه دقيق عليها كوبايه من اللبن. عايزه تحطي كوبايتين لبن كوبايه ميه او كده براحتك، مفيش مشكله. بس طبعا لما بتبقى طبعا اللبن زياده بيبقى حلو. ونزلت بالملح، وهحط شويه فلفل اسود صغننين. في فلفل ابيض حطي فلفل ابيض، مفيش مشكله. وبعدين جبت بقى الصينيه بتاعتي. انا جهزت الفراخ وكنت سالقه مكرونه. هبتدي احط المكرونه بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. مش انا قلتلك دي وصفه سهله في ثانيه الا ثانيه هتعمليها، ما اخدتش معاكي وقت خالص خالص. هي سوي الفراخ وسليق المكرونه. وبعدين نزلت بالفراخ بتاعتي. بتطلع الفراخ دي يا جماعه في منتهى الطعامه واللذاذه، منتهى الطعامه واللذاذه. وبعدين بعد ما نزلت بالفراخ قلبت الفراخ بقى كده مع المكرونه عشان تاخد الطعم الحلو، وهما الاتنين ياخدوا من طعم بعض. يعني تبقى الفراخ كده مع المكرونه تقلبتين كده رهيبه 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 يا جماعه. بعدين بقى نزلت بالصوص بتاعي اللي هو البشاميل او الصوص الابيض. تمام. بس الصوص الابيض بنحط فيه شوربه، لا انا ما حطيتش شوربه، يبقى ده بشاميل خفيف. في فرق يا جماعه. هنحط بشاميل خفيف عشان ما نبقاش غلطنا. وبعدين نزلت بقى بالموتزاريلا دي اخر حاجه. حطيتها في الفرن، طلعتها من الفرن، دقتها رهيبه رهيبه رهيبه. لازم تجربوا الوصفه التحفه دي بجد، في منتهى الطعامه. ولو وصلتوا معايا لحد اخر الفيديو قولوا لي بقى نورتوني وبتتابعوني منين. ولو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، انا مطبخ ست هاني. وما تنسونيش من دعواتكم الحلوه. بألف هنا، مع السلامه.